ريحة بيتنا اليوم معروق هش وطري وبشهي القلب. معروق رمضان من يلي بحبوا قلبكن. الخطة كانت اني فرزهم لرمضان، بس ما شاء الله راحوا توزيعات. الف صحة وهنا، تعالوا نعملهم سوا من مطبخ هبة حمدان ورح تدعولي. حطيت كاسة حليب دافية، معلقة طعام خميرة، معلقة ونص محلب، 4 معالق سكر، معلقة فانيليا ومعلقة بيكنج باودر ورشة ملح، بالإضافة لبيضة. وراح أضيف من الكريم شانتيه معلقتين و3 معالق حليب بودرة اختياري، مع نص كاسة زبدة مذابة طبعا مع رشة ملح. بحركهم كتير منيح مع بعض، وبعدين بضيف 3 كاسات ونص طحين وبعجنهم كتير منيح مع بعض، وبخليها العجينة ترتاح ساعتين. وبعد ما ارتاحت بتكون صارت جاهزة. أنا هون رح أحشي بالعجوة أو التمر المنزوع النواه، هاي طريقة التشكيل. كمان بعد التشكيل صبايا، يعني بعد ما تحطوا المعروق بالصينية لازم كمان تريحوهن أقل شي ساعة وهن مغطايين. وبعد ما يرتاحوا ساعة بدهن الوش بصفار بيضة مع رشة فانيليا ومعلقة حليب. بتدخلوهن على فرن محمى مسبقا، الفرن شغال فوق وتحت على حرارة 200. بتحطوا الصينية بالرف يلي تحت الوسط، وبس أخدوا لون وصاروا جاهزين بتطلعوهم من الفرن. وضروري كتير انكم تغطوهم لحتى يبقوا معكم طراية لتاني يوم وتالت يوم كمان. وكمان فيكم تدهنوا وشهم بالقطر بعد ما يرتاحوا، وهيك بتكون صارت جاهزة. كمان بتقدروا تفرزوهم، بتحطوهم بالفريزر وقت بدكم اياهم، بس بتسخنوهم تسخين بالفرن بعد ما يفكوا بس والله.